فالأقباط الذين قامت عناصر الخوارج الداعشية بذبحهم لا يحل لمسلم إيذاؤهم ولا الاعتداء عليهم ولا ظلمهم بالقول فضلا عن الفعل، فضلا عن الذبح. لقد دخل أولئك الأقباط الأراضي الليبية بعقد أمان، فهم مستأمنون لأنهم لم يدخلوا بقوة السلاح، وإنما دخلوا بجوازات سفر مصرية قبلتها السلطات الليبية ومنحتهم إذنا بدخول الأراضي الليبية، وهي تأشيرات الدخول المعهودة، وهم بذلك يكونون مستأمنين. والذين استخدموا هؤلاء الأقباط للعمل سواء كانوا أفرادا أو شركات قد أعطوهم أمانا، وإذا أرادوا إبطال هذا الأمان ردوهم إلى مأمنهم مرة أخرى، أي أرجعوهم إلى مصر. وليس لداعش ولا لغير داعش من الجماعات والتنظيمات البدعية التكفيرية ولاية شرعية على ليبيا ولا على غيرها، فهم منحرفون مبتدعون ضالون، وهم أشد ضرراً على الإسلام والمسلمين من غيرهم حتى من الكفار والوثنيين. وتكفيرهم للسلطات الليبية ولغيرها لا يعتد به شرعاً ولا يغني عنهم شيئاً، فهذا كله من صنيع الخوارج المارقين. وطريقة هؤلاء الدواعش في القتل والذبح هي ميراثهم من أسلافهم من الخوارج الأولين الذين ذبحوا التابعي الجليل عبد الله بن خباب على حافة النهر، وبقروا بطن امرأته وكانت حاملا متما، واستخرجوا جنينها فذبحوه. وما ذكره الناطق باسم الخوارج من أن ذبح أولئك الأبرياء وإلقاء جثثهم في البحر كان ثأرا لما صنع الأمريكيون بأسامة بن لادن من قتله وإلقاء جثته في البحر، ما ذكره ذلك الناطق يدل على الجهل والجور. أما جهله فلأن النصارى المصريين أرثوذكسيون، والصليبيون الغربيون إما إنجيليون بروتستانتيون وهم الأمريكيون والإنجليز، وإما كاثوليكيون وهم من عداهم. والبروتستانت والكاثوليك يكفرون الأرثوذكسيين ولا يعتبرونهم من أهل الخلاص ولا ممن له تعلق بالمسيح أصلا، فما دخل من ذبحوا بمن قتلوه ابن لادن. وأما الجور والظلم فالسؤال: ألم يقل الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ وهل أباح الإسلام أخذ البريء بالمذنب؟ ثم ماذا لو أن نصارى الغرب أخذوا بالمبدأ نفسه بمبدأ الثأر، فقام سفهاؤهم وغيرهم بالاعتداء بالذبح والقتل وهتك العرض ونهب الأموال وحرق الممتلكات للأقليات المسلمة في البلاد الغربية؟ أليس من الظلم والجور أن يجر أولئك الخوارج على المسلمين الأذى والاعتداء والشرور في غربتهم وكربتهم؟